والله شوف كليتنا احنا كشعب نطمح انه تكون الحكومه يعني داعمه لشعبها طبعا اكثر مما تكون هي داعمه لنفسها. انا اتمنى احكي من غير غطاء بس ما اقدر. بس كل اللي اتمناه انه هو الاساس يتغير، يعني مو بس يجيبون لنا رئيس ثاني او يحكمنا، لا هي شكو شخص سبب اذيه لهذا الشعب كون يغيروهم، يعني يجيبون ناس فعلا قلبها على الشعب زين، ويعني ينتبهون للشعب لان هم واحنا اللي موظفيهم رؤساء علينا حتى يديرون اموالنا، يعني احنا اللي صاحبين الفضل عليهم، صح لو غلط؟ فاتمنى بس هذا الشيء، يعني ان شاء الله يا ربي. حقيقة الشعب العراقي فقد الأمل بجميع الحكومات بسبب الوعود الكاذبة، تردي الأوضاع الأمنية، تردي الخدمات في المجتمع العراقي على جميع الأصعدة، من ناحية التربية والتعليم، من ناحية الصحة والبيئة، من ناحية الزراعة والصناعة، توقف جميع المعامل، ظهور عدد كثير من المدارس الأهلية في العراق وكذلك المستشفيات الأهلية. حقيقة هذا إذا يدل على مؤشر فإنه يدل على أنه تردي هذا الوضع بالعراق.